حقيقية حدثت بالفعل، ويرويها رجل يمني مقيم بالسعودية، فيقول: أخذني كفيلي الذي أعمل عنده في سيارته لتوزيع زكاة ماله، فذهبنا بمحاذاة طريق الساحل البحري حيث تنتشر القرى الفقيرة، وكانت الأموال موزعة في ظروف كل ظرف فيه 5000 ريال. وعندما خرجنا من إحدى القرى إلى طريق جدة جيزان، وإذا نحن برجل عجوز وعمره 70 سنة أو أكثر، لكن منظره يوحي بصحة قوية، وكان يمشي على الخط العام. فقال صديقي الذي أعمل معه: ماذا يفعل هذا العجوز في هذه الصحراء الحارة وحده؟ فرد سائق سيارتنا بسخرية: أكيد هو يمني ودخل من دون تأشيرة. وقفنا بجانب الرجل وسلمنا عليه وسألناه: من أين يا شيخ؟ وأين تذهب؟ قال: